لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وإن شاء الله نشتغل مع بعض النهاردة جوانتي الأطفال بتاع الخربشة أو الخرمشة. عملنا قبل كده الطاقية، وحبيت ان انا اكمل الطقم بان احنا نزود القطعة دي كمان معاه. بسيطة جدا، متاخدش خيوط كتير، واكيد كمان مش هتاخد وقت كتير. هنحتاج ايه معانا؟ هشتغل بنفس اللون الخيط اللي عملت بيه الطاقية معاكم. كمية قليلة من الابيض عشان نعمل الفيونكة اللي هنربط بيها. هنستخدم ابرة مقاس 4 مليمتر، تمام، اظنها ظهرت ليكم. وهنحتاج كمان ابرة التنظيف اكيد معانا زي كل شغلنا، والمقص، ونبدأ على طول نشتغل الطريقة. انا هكتب لكم على الشاشة لو انتوا حابين تعملوا مقاس صغير تمشوا باعداد قد ايه، ولو هتعملوا المقاس الاكبر هتمشوا على اعداد قد ايه. ده مفروض ان هو المقاس الكبير، بس عشان الخيط ده رفيع فطلع معايا شوية صغير. احنا هنشتغل على نفس الاعداد بتاع المقاس الكبير النهاردة بالخيط بتاعنا ده. وهكتب لكم زي ما قلت لو احنا هنعمل اصغر شوية هنشتغل بمقاس او ارقام ايه. طيب هنبدأ بان احنا هنعمل دائرة سحرية زي ما تعودنا. نثبت شغلنا بسلسلة، هشتغل جوه الدايرة دي. لو مقاس كبير هشتغل 10 غرز حشو، هخلصهم وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بنشتغل جوه الدايرة نفسها، تمام. هخلص وارجع لكم. طيب خلصت 10 غرز وشديت وقفلت الدايرة. هقفل الدور بتاعي منزلقة. عايزه اقول لكم ان الدور ده لو يعني اشتغلتوه خلاص ما تفكوش حاجه، بس للي جاي هنشتغل بس طريقه سحب الخيط هتختلف شويه معانا بحيث نخلي الشغل متماسك اكتر. احنا هنا الدور التاني هيكون هرتفع بسلسله واحده، وهشتغل في كل غرزه من الغرز الحشو 2 غرزة حشو، يعني عندي تزايد في كل غرزة عشان انتهي ب20 غرزة. المقاس الاصغر بدل ما هتعملوا 10 هتعملوا 8 فقط، ويبقى الدور التاني بدل ما هيكون 20 هيكون معاكم 16 غرزة حشو. طيب هنشتغل ازاي بالطريقة اللي هي قلت لكم مختلفة شوية في سحب الخيط؟ انا طبعا ارتفعت السلسلة وهشتغل في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت منها لان دي اول غرزة عندنا في الدور. اللي عادي ان انا بعمل يعني بسحب الخيط كده، بجيبه انه شايفين بنجيب الابرة فوقيه. الطريقة التانية ان انا الابرة هي هتكون شمال وتطلع لفوق وتجيب الخيط بطريقة عكس الطريقة اللي احنا كنا بنستخدمها في العادي. واعمل غرزة الحشو بتاعتي، هعمل غرزة حشو في نفس المكان عشان اعمل تزايد تاني. هوريكم كنا بنشتغل كده
تمام. شايفين بنزل من تحت واطلع واجيب الخيط. دلوقتي لا، هطلع من فوق وارجع اجيب الخيط يبقى هو اللي تحت الابرة، والف الخيط واعمل غرزة حشو. هوريكم كمان مرة. ندخل في الغرزة اللي بعد كده. كنا بنعمل ايه؟ بنعمل كده، اروح تحت الخيط واطلع فوقيه واجيبه وانزل. دلوقتي انا عايزة اعمل كده، خلي الابرة تعدي من فوق الخيط. شايفين؟ هتعدي من فوق الخيط وتنزل، وبالتالي الخيط هيجي كده معانا. هلف واعمل الغرزة بتاعتي كمان مرة. هشتغل كده، طريقة سهلة دي بتخلي الغرز متماسكة ومفيهاش فراغات اكتر. ده اللي انا لاحظته لما جربت الطريقة دي. خلوني اخلص الدور التاني وارجع لكم عشان نشوف هنعمل الدور التالت ازاي. طيب خلصت الدور التاني، انتهيت ب20 غرزة حشو. هوريكم برضو طريقة قفل الادوار هيكون ازاي، عشان ما يبقاش عندنا خط شكله مش حلو في الشغل بيتكون معانا كل ما بنرتفع. هنعمل ايه؟ احنا عندنا هنا 3 غرز اللي هي المنزلقة اللي احنا شبكنا بيها، وبعدين الغرزة اللي بعدها هي السلسلة اللي انا ارتفعت بيها، وبعدين اول غرزة حشو في الدور. فاللي انا هعمل ان انا هدخل في الحلقة الامامية من المنزلقة، وهدخل كمان هفوت السلسلة وادخل في غرزة الحشو في الحلقتين بتوع غرزة الحشو، واسحب الخيط. ممكن برضو نسحب نفس الطريقة من فوق كده، نخلي الابرة فوقيه ونعدي من الحلقتين اللي على الابرة. وبعدين هرتفع بسلسلة زي ما هبدأ كل دور. حابين تستخدموا ستيتش ماركر او علامة عشان تعلموا اول غرزة في كل دور، برضو ده يرجع لكم. اذا انتوا هتتلخبطوا في العد يكون انسب يعني ان احنا نستخدم علامة. طيب هنعمل الدور الثالث للدور 12 ازاي، او الثالث للدور 10 لو هنعمل المقاس الاصغر، بان انا هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو واحدة، يعني هثبت على العدد 20 او العدد 16. هنشتغل في كل غرزة واحدة فقط. هندخل ونسحب الخيط بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم، ونطلع كده ونسحب ونخلص غرزة الحشو بتاعتنا. تمام كده عملنا اول غرزة معانا. تاني نسحب من فوق ونطلع نشتغل تاني غرزة حشو. فانا هستمر في الشغل ده لحد ما اوصل لنهاية الدور 12 وارجع لكم عشان نشوف هنكمل شغلنا ازاي. طيب انا لسه ما خلصتش لنهايه الدور 10 زي ما اتفقت معاكم. هنشتغل من الثالث لل10 بثبات على 20 غرزه حشو، بس حبيت اكد عليكم احنا ازاي بنقفل كل دور عشان يبقى في النهايه الشكل افضل، ما يكونش في الخط اللي بالعرض لو شبكنا بالطريقه المعتاده. احنا بنشبك الادوار ازاي؟ بيبقى في اخر كل بعد ما بكون عملت الغرزه ال20 بلاقي عندي 3 غرز ورا بعض. اول واحده منهم هي المنزلقة من شبك الدورين اللي فاتوا، وبعد كده غرزة السلسلة الارتفاع، وبعدين الثالثة هي اول غرزة حشو في الدور. اللي انا بعمل ان انا بدخل في الحلقة الامامية من غرزة المنزلقة وبفوت غرزة الحشو، وبدخل في غرزة غرزة السلسلة الارتفاع، وبدخل تحت الحلقتين بتوع غرزة الحشو الاولى في الدور، واسحب الخيط واطلع بيه من الحلقات كده كامله. تمام، وارتفع كده. انا كونت غرزه المنزلقه. هعمل السلسله وبعدين ادخل في نفس المكان ده اللي هو فوق غرزه الحشو الاولى، هدخل تاني اشتغل اول غرزه حشو في الدور عشان ميبقاش فيه لخبطه. احنا بنبدا كمان فين والعدد يبدا يبوظ مننا مع دور ورا دور، هتلاقوا العدد بيقل لو انتوا مش بتدخلوا تشتغلوا في اول غرزه مظبوط. ده كده كان
ايه تأكيد على طريقة تقفيل كل دور في بداية الدور الجديد. هكمل كده، انا ده السابع، هكمل كمان السابع تامن تاسع وعاشر، ونرجع نشوف هنبدأ نشتغل الدور اللي بعد كده ازاي. انا اسفه مش عاشر، احنا نشتغل من الثالث للدور ال 12 ل10 بس لو هنعمل المقاس الاصغر. تمام، فانا برضو هكون كاتبه لكم على الشاشه عشان ما تتلخبطوش، اذا بنعمل المقاس الصغير بنعمل كام، واذا بنعمل المقاس كبير بنعمل كام. خليكم معايا هخلص وارجع لكم. طيب انا كده خلصت ال 12 دور، هبدا ال 13. طبعا الدور اللي جاي ده هيكون ال 11 لو احنا بنعمل على المقاس الصغير. تمام، هيبقى ال 13 لو احنا بنشتغل على المقاس الكبير. هرتفع 3 سلاسل، هعتبرهم اول غرزة عمود بلفة عندي، وهدخل في نفس المكان واعمل غرزة عمود بلفة. يعني هنتهي من الدور ده ب21 غرزة، يعتبر عملت تزايد كده في اول غرزة عندي. هكمل عواميد بلفة لنهاية الدور ونرجع نقفله مع بعض. برضو القفل هنعمله بنفس الطريقة هنا طبعا، بس مفيش غرزة منزلقة من الدور اللي فات، مش هننزل اكيد لتحت، احنا كده ارتفعنا بعواميد بلفة، فهنقفل بغرزة منزلقة في ال3 سلاسل الاولانية. هنتهي ب21 غرزة في الدور ده، وارجع لكم نكمل مع بعض الدور ال14. طيب خلصنا كده دور العواميد بلفة، هنقفله بغرزة منزلقة في ال3 سلاسل الاولانيين في السلسلة الثالثة، وهرتفع سلسلة واحدة وادخل في نفس المكان اشتغل اول غرزة حشو عندنا، وهكمل غرز حشو في الدور كله. يعني برضو هنتهي بنفس العدد 21 غرزة حشو. هخلص الدور ال14 ونرجع نكمل مع بعض، نقفله ونبدأ الدور ال15. طيب انا رجعت لكم بعد ما خلصت الدور 14. شبكت بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها الادوار اللي فاتت. بعد كده هنشتغل الدور ال15 بان انا هرتفع سلسلة واحدة وادخل اشتغل في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت منها غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 حشو، وهمشي الدور ده كله بالطريقة دي، واحدة حشو واللي بعدها 2 حشو، يعني تزايد. مفروض ان انا انتهي من الدور ده ب31 غرزة حشو. لو تفتكروا احنا الدور اللي فات واللي قبله كنا زودنا غرزة واحدة، بسبب ان انا الارتفاع 3 غرز في الدور اللي قبل اللي فات حسبته غرزة، بالتالي بقيت 21 بدل 20 غرزة فقط. فانا دلوقتي هزود غرزة غرزة لا، يعني التزايد هيكون معايا مش في كل غرزة، لكن هسيب يعني هعمل واحدة فردي واللي بعدها تزايد، فردي تزايد، وهكذا لنهاية الدور، وارجع اقفله معاكم ونشوف الدور اللي بعده هيبقى غرز فردية في كل غرزة، يعني هننتهي منه ب31 غرزة. فانا هخلص الدور 15 وال16 وارجع لكم نشتغل 17 والاخير مع بعض. طيب انا كده خلصت الدورين زي ما اتفقت معاكم، دور فيه تزايد غرزة او غرزة لا، ودور ثبات، يعني انتهيت ب31 غرزة. ورجعت لكم عشان اكد عليكم تاني احنا ازاي بنشتغل. بندخل تحت الحلقتين واطلع فوق الابرة، اقصد فوق الخيط اسفة، واجيبه واطلع بيه عكس الطريقة المعتادة. دي اخر غرزة حشو عندي في الدور. وكمان هنعمل مرة أخيرة مع بعض طريقة قفل الأدوار. أنا عندي 3 غرز متتالية، غرزة المنزلقة اللي أنا بشبك بيها، وفي غرزة سلسلة هفوتها وادخل كمان أول حشو عندي واجيب الخيط وأعدي تحت أو من كل الحلقات اللي على الإبرة. تمام كده طريقة القفل. آخر دور عندي هنا 17 هعمله كله غرز منزلقة، هيدي شكل مميز لنهاية الشغل. حابين تعملوه زي فسطونات
كمان هيبقى فكرة ظريفة. بس انا حبيت اقفله بغرز منزلقة واخليه. طبعا الفستونات هتدي ارتفاعات، هتبقى عاملة زي لو فاهمين قصدي، هيبقى جزء مرتفع وبعدين ننزل ونرتفع تاني بالغرز. هنشتغل في غرزة او غرزة لا، هنفوت غرزة واللي بعدها هنشتغل فيها مثلا 5 غرز اقصر، وبعدين نطول بالغرز ونرجع ننزل تاني ونفوت غرزة ونكرر وهكذا، فنكون عندنا زي شكل فستونات. لكن اللي انا بعمله هنا دلوقتي ان انا بعمل غرز منزلقة على طول الدور كامل. هخلص وارجع برضو عشان اوريكم هنقفل الدور ازاي مع بعض، بحيث ما يبقاش باين التشبيك بتاعه، ويكون غرزة ورا التانية على طول متصلين ببعض. هرجع لكم نعمل الكلام ده مع بعض، انتظروني. طيب خلصت 31 غرزة منزلقة عندي. دلوقتي انا هقص الخيط على مسافة معقولة عشان تديني فرصة ان انا اقدر اقفل الشغل بتاعي بالطريقة اللي انا عايزة اوريها لكم. هسحب الخيط من اخر غرزة عندي اهي، شايفين الفي او الحلقتين بتوعها، والفتلة طالعة ما بين الحلقتين دول، فانا هدخلها في الابرة. وبعدين هبدأ اعمل ايه، هدخل في اول غرزة عندي في الدور اللي هي الغرزة دي. تمام، دي كانت اول غرزة. عايزين تعلموها علموها عشان لما تيجوا هنا ما تبقوش متلخبطين. هي كانت انهي واحدة، وهدخل فيها بالخيط وارجع تاني ادخل في نفس الغرزة اللي انا طلعت منها، اللي هي اخر غرزة اشتغلتها. فبالتالي هكون كأني اشتغلت غرزة كمان، هيبقوا ورا بعض، مش هيبان فين احنا وصلنا الغرز ببعض. ندخل بالخيط لورا ونبدأ ان احنا نشد كويس ونداريه، وكده يكون شكل الغرز عندنا اهي المنزلقة فوق، شكلها ظريف جدا. ولمت كده الشغل لحد ما اديته نهاية مميزة وشكل حلو. انا هداري الفتلة بتاعتي كويس في ظهر الشغل من جوه. هيتبقى لينا دلوقتي ان احنا نشتغل فقط الدبارة او الفيونكة اللي باللون الابيض. هعمل 55 غرزة سلسلة، وابدأ ادخلهم في الدور اللي كنا اشتغلناه بعواميد مع بعض. تمام، انا بحاول ان انا اكلمكم عن الدبارة عشان بس ما نضيعش وقتنا ونقول احنا هنعمل ايه الخطوة الجاية. خلوني طيب انا اخلص الخياطة بتاعت او خلاص كده احنا خلصناها. هنقص الخيط، نبدأ نشتغل 55 غرزة سلسلة زي ما قلت لكم. هندخلهم فين؟ في الدور اللي هو متكون من عواميد. تمام، هشتغل 55 طبعا بياخدوا خيط قليل جدا جدا. وده ميزة شغل القطع الصغيرة دي، ان هي بتخلينا نستفيد من بواقي الخيوط اللي عندنا في حاجة حلوة ومفيدة. فهعمل السلاسل بتاعتي وارجع لكم عشان ندخلهم ونعمل الفيونكة وننهي شغل النهاردة مع بعض. خليكم معايا. طيب اهي كده الدبارة بتاعتنا من 55 سلسلة قد التانية تماما. وهبدأ ادخل ما بين، طبعا اكيد هدخل بالابرة عشان تسهلي بس اني اعدي، لكن مش هدخل في الخيط نفسه، يعني بدخل في الفراغات. بدخل من فوق فراغ وانزل من تحت اللي بعده، من فوق عمود اقصد، وبعدين تحت اللي بعده، وهكذا في الفراغات اللي عندي. واكون حريصة ما ادخلش بالابرة في الشغل نفسه، لان لو عملت كده الخيط مش هيعدي، لان طبعا ده خيط سميك، انا عامله سلاسل. فهكمل واوصل للناحية
التانية بنفس الطريقة. ندخل في الفراغات على طول ونعدي بالفتلة او الدبارة بتاعتنا. فكرة بسيطة جدا وسهلة، متاخدش وقت، وهدية كمان حلوة قوي مميزة. يكون شغل من ايديكو لبيبي جديد في العيلة او لاولاد اصحابكو. الهدايا دي طبعا بتكون غير اي هدايا تانية. كده انا عديت واوسطن الدبارة تماما، لان انا لسه هشدها بحيث يعني اضيق شوية الجوانتي بتاع البيبي بالشكل ده، نكون الفيونكة بتاعتنا بمنتهى البساطة. فيونكة عادية جدا. هربط الاول ربطة وبعدين اعمل الفيونكة. لو في زيادة او اي حاجة برضو انا ممكن اقص شوية من الخيط واظبط ان هما يكونوا الفردين زي بعض. والزيادة برضو اللي هي الاساسية، يعني الزيادة العادية، الخيط الزيادة ده برضو بنقصه. لكن انا اقصد لو في حتى زيادة في السلاسل تقدروا انتوا تقصوا وتشدوا الخيط وتعدوا عشان تاني تعملوا عقدة وما يفتحش كل يعني الغرز ما تفك معاكم. كده كان فيديو النهاردة. ده الفردة التانية، اللون زاهي جدا وظريف جدا. ان شاء الله تجربوا الفكرة دي وتنفذوها، تعملوا بيها هدايا زي ما قلت لكم، او حتى لو انتوا حابين تعملوا منها مشروع هتكون حلوة جدا. انتظروني فيديوهات جاية تانية كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم